السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا، وهي أكلة الحلة الواحدة، وهتسهل عليكي كتير قوي. لو انتي عندك عزومة هتبقى وجبة جميلة جدا. بصوا، انا اللحمة بتاعتي ما كانتش دسمة، كانت حمرة قوي، فتعمدت ان انا انزلها الاول في المادة الدهنية اللي هي زبدة وحبة زيت صغيرين، وحسيت ان انا عايزة اشبعها من المادة الدهنية. تمام. بداية قبل ما تبتدي في الكبسة، انتي هتعملي حاجة. المفروض هتحطي الرز البسمتي، هتنقعيه لمدة ربع ساعة بعد ما تغسليه في المية، ولما تيجي تستعمليه تنزليه على طول من المية وتحطيه، مش تنزليه الاول تسيبيه ينشف، لا. دي تركة حبيت اقولها لك. طبعا احنا مهما نعمل الكبسة عمرنا ما هنعملها جمال طبق جميلة طبعا زي اهل السعودية، بس احنا بنحاول نتقرب بالاكله دي كده، ونثبت فيها ان احنا ستات شاطره. تمام. بصوا حبايب قلبي، انا دلوقتي نزلت ببصلايه وسط وحمرتها مع اللحمه. تمام. طبعا كل بلد مشهوره باكلها، يعني احنا الكشري المصري، اهل السعوديه الكرام الكبسه. تمام. ونزلت بمجين ميه بحيث ان انا اخلي اللحمه تاخد سوا كويس. ولو انتي حاسه اللحمه جامده ممكن تحطي فيها نص معلقه سكر تسرع معاكي التسويه. بصوا دي البهارات: فلفل اسمر حبهان، فلفل اسمر حصى وبودر، ورق لورا، معلقه اللهم صل على النبي، نسيت، كزبره ناشفه. حطيت مرقه فوريه، لو انت عايزه حطي، مش عايزه براحتك. نزلت بقرنفل حب ونزلت بالكركم. بصوا حبايب قلبي، انا صفيت بعد ما اللحمه استوت صفيت الشوربه، لاني مش عايزه اي حد تيجي تحت اسنانه حاجه. وبعد كده نزلت بالشوربه دي. انا عارفه المعيار ان الرز 3 عقل، الرز المصري عقلتين، الرز البسمتي 3 عقل. تمام يا حبايب قلبي. ونزلت بمعلقه كبيره من بهارات الكبسه، ونزلت بالرز. ولما الرز اتشرب انا حطيت فلفل، علشان انا عندي اطفال، لو الفلفل دخل في السوا مع الميه هتبقى الكبسه حاميه. دلوقتي هنعمل سلطه الدقوس. ودي سلطه جميله جدا وبتخلي الاكله ليها طعم حلو قوي. بصوا في الخلاط حطيت 3 طماطمات، كزبره ناشفه، انا اسفه خضره، فلفل حامي، بصل، كزبره ناشفه، توم، كوبايه ميه، 4 معالق خل، ونزلت بعصرة ليمونة كبيرة كده، وخليتهم خدوا ضرب، بس مش ضرب مستمر، يعني مقطع كده. ودي بتقدميها مع الكبسة وبتدي الكبسة طعم حلو جدا. عايزة تحطيها على النار براحتك. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.